السلام عليكم. ما عمرني تخيلت شي نهار غنقابل فيه واحد الانسان اللي مريض نفسيا قبل ما يكون جسديا. انسان مريض مسطي مزعزع عصبي، وفوق هذا الشيء عجبو راسو. والمشكله انني اضطريت نتحمل هذا الشيء كامل. باش تعرفوا التفاصيل ديال قصتي مع هذا الشخص تبعوا معايا القصه من الاول حتى الاخر. قصتي بدات نهار جيت لأكادير باش نكمل قرايتي، حيت والديا ساكنين غير في فيلاج ما فيش المعاهد ولا جامعات. ومن حسن حظي ان أكادير في خالتي اللي عزيزه عليا بزاف. غير هو المشكل اللي لقيت ان المعهد اللي كنقرا فيه التمريض بعيد بزاف، خاصني نركب الطوبيس 40 دقيقه باش نوصل. جاب الله ما كنقراش السيمانه كامله، كنقرا غير 3 ايام. ايوا قلت مع راسي علاش ما نقلب على خدمه ونستغل هذا الوقت الفراغ، خصوصا انه انا محتاجه لهاد الخدمه، واخا نخلص منهم غير المركوب ونتكسى منهم. ايوا يا سيادنا، بديت كنقلب على خدمه، حطيت اعلانات في الانترنت، وشي اعلانات حطيت ليهم نمرتي باش يتصلوا بيا. داز نهار الاول الثاني الثالث حتى للرابع، عاد صونات عليا واحد السيده قالت لي واش سميره هادي؟ قلت لها معك سميره، وبدون مقدمات قالت لي شفت الاعلان ديالك في الانترنت، الا كنتي باقا ديسپونيبل غنصيفط لك لوكاليزاسيون واجي عندي، انا جالسه في الكافي ولابسه نواغ. صافي وهي تقطع، ما عطاتني حتى مجال فين نقول ليها موافقه ولا ما موافقاش. ولكن بيني وبينكم انا اصلا فرحانه وما قدتني فرحه، حيت غنخدم وغنشد شويه د الفلوس. هي هذيك اخوتي شديت الطاكسي وريته العنوان وهو يديني ب40 درهم. وفعلا لقيت السيده لابسه الكحل جالسه في القهوه شاده واحد جي دورونج ونديدرات ولي زاكسيسوار. المهم السيده باينه لاباس عليها. مشيت عندها وهي تطلع فيا وتهبط دقيقه، عاده قالت لي تي هي سميره تفضلي. جلست اخوتي وهي تبدا هضرتها اللي صدماتني بها. ما عرفت واش نرجع اللور ولا نزيد لقدام، خصوصا ملي عرفت بلي غادي نقابل راجل ماشي مرا، وهذا الراجل خوها. ملي وصفاتو ليا عرفت باللي راه ما عنديش الزهر، وعرفت باللي هذا الراجل غيكون اصعب امتحان في حياتي. ايوا وصفات ليا خوها باللي دار كسيده وفقد الدراع ديالو بالكامل وحتى البصر. وماشي غير هذا الشيء، ولا خاصو طبيب نفسي، حيت مرتو تخلات عليه، هزت بنتها المراهقه اللي عندها 15 سنه ومشات لدار باها اللي حتى هو لاباس عليه. هنا عرفت باللي هاد السيد كره حياته وتعقد، خصوصا الصدمه اللي دارت ليه مرته. راه ماشي سهله فعلا 17 عام ديال الزواج والحب وتخلى عليه بكل هاد البساطه. وزادت خلعاتني وهي كتوصف لي خوها باللي عصبي وما حامل حتى واحد، وقالت لي فايت لينا جبنا ليه 2 ممرضين للدار، جرى على واحد والثاني ما صبرش، سمح في كل شيء ومشى. ايوا هنا حيدت نضاضر وشافت فيا بواحد الشوفه اللي هي جديه، وهي تكمل كلامها. انا عاودت لك هذا الشيء ماشي باش نخلعك، انما باش نحطك في الصوره وباش تكوني على درايه بالشخصيه ديال خويا، حيت فعلا محتاج للعنايه. طبيعه الحال انا يلا كنفكر نقول ليها لا 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 غير سمحي لي ما نقدرش، ولكن خرجتني من الافكار ديالي ملي قالت لي 3500 درهم شهريا. هنا تحلو عينيا وحتى فمي وما تيقتش، وقلت يمكن غلطت في المبلغ. وهي لاحظت هذا الشيء وهي تعاود تقول 3500، وإلا شفتك مهليه في خويا غنزيد اكثر وغنتهلا فيك، ولكن باقي عندي واحد الشرط اللي هو المبيت. بغيتك تباتي عندنا. ملي زادت هذا الشرط ما عرفت ما نقول لها، حرت، ولكن المبلغ راه كبير غيحل ليا بزاف د المشاكل. ملي شافتني متردده زادت طمناتني، شوفي راه غير انا وياك وخويا اللي غنكونوا في الدار، وما غديري والو، المهمه ديالك الوحيده تعتني بخويا. ولكن راه ما غاديش نقول ليه بلي راكي الممرضه، انما غادي تعاملي غير على اساس انك المساعده ديالي. هنا غمضت عينيا وفكرت في والديا وفي المصاريف القرايه وفي الحوايج المركوب وزيد، وقلت مع راسي نزعم ونتوكل على الله. ولكن واخا هكاك ما نسيتش قرايتي. قلت ليها حتى انا عندي واحد الشرط، هي انك تسمحي لي نمشي للمعهد، حيت بصراحه باغا نكمل قرايتي. السيده بانت عليها الفرحه وقالت لي هذا ماشي مشكل،
بالعكس انا كنشجعك، وكاع الوقيته اللي تكوني مساليه فيه في الدار هزي كتبتك وقراي مع راسك، وحتى الميعاد انا نقدر نوصلك ليه بيدي. ولكن الصدمه الكبيره وفين غادي نعرف باللي ربي سهل عليا هي ملي غادي تعطيني العنوان ديال البارتما ديالهم. تخيلوا معايا خوتي، لقيت العماره جات قريبه بزاف للمعهد، يعني ما غنحتاج لا اللي يوصلني ولا الشيفور، غنمشي غير على رجليا. هاد الصدفه هي اللي خلاتني نطمئن ونرتاح. وفي ديك اللحظه جمعت الوقفه وقلت لها على بركه الله انا معاك. هي هذيك يا سيدنا، ركبنا في الطوموبيل ومشينا. وصلنا لواحد الحي راقي بزاف في اكادير، حي نقي وهادي، ومن الصدف العجيبه انه جا قريب المعهد كما قلت لكم. وقفنا قدام واحد العماره فخمه، الدخله ديالها كلها بالرخام والمرايات. اختو دورات الساروت ودخلنا، وقالت لي يلا نطلعوا في السانسور. انا هنا تبلوكيت الصراحه، اول مره غنركب في السانسور، حيت انا بنت الفيلاج وعمرني عشت هاد الفخامه. ركبت وقلبي كيدق، وطالعين الطبقه الثالثه طروازيام. دخلنا البارتما والهدوء التام. نجاة اختو دارت لي اشاره بصبعها على فمها، وقالت لي بصوت خافت شت، ديري بحسابك خويا منير راه ما كيخرجش من بيتو كاع، وما باغي يشوف حتى واحد، كيخرج غير للحمام ويرجع. كنشوف الردوات كلهم مسدودين، كيبان لي بيتو مظلم واخا بالنهار. قالت لي انا اللي كنت كنقاد ليه الماكله وكنديها ليه، ودابا هاد المهمه ولات ديالك. ايوا نجاة بدات كتوريني الدار. وقفت قدام واحد البيت، الباب ديالو زوين ومصبوغ في الغوص. فتحاتو وقالت لي شوف يا سميره، هاد البيت ديال مروه بنت خويا، راه ملي مشات مع امها خلات بيتها عامر بالحوايج والكسوه، وبما انني شفتك تبارك الله نفس الفورمه ونفس التقده ديالها، خدي راحتك، انا كنعطيك الاذن دخلي لهذا البيت ولبسي من حوايجها اللي عجبوك. مروه راه هي البنت المدلله وعندها الحوايج ما لا يعد وما لا يحصى، وراه كاع مسوقه ليهم. انا الصراحه حشمت، ولكن شفت دوك الحوايج الغاليين والماركات اللي عمري حلمت نلبسهم، وقلت في خاطري الله لقيت فين نحط راسي، الناموسيه كي دايره. ما كنتش عارف بلي هاد البيت وهاد الحوايج غيجبدوا لي الصداع والعافيه من بعد. نجاة دارت لي اشاره بصبعها وقالت لي دابا يلاه نقدوا الماكله لخويا منير. هي هذيك يا سيادنا، دازت وقيته الغداء وزدت البلاطو ودرت فيه الماكله. مشيت لجهه بيتو وقلبي كيدق بحال الطبل. صراحه كنت ميته بالخوف. وقفت قدام الباب ويدي كترجف. لقيت الدقه الاولى الثانيه، شو هو يخرج واحد الصوت قاصح وناشف من وسط البيت.